يا اخواني. سيدنا يا اخواني سعد بن الربيع، يا سلام، سيدنا سعد بن الربيع في غزوة أحد وفي الرمق الأخير يقول سيدنا النبي: يا زيد اذهب فتفقد لي أين سعد. شوف لسعد بن الربيع ده فين في الشهداء. فيذهب إليه ويجده في آخر لحظة في حياته، فيقول له سيدنا زيد: يا سعد، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول لك كيف تجدك، انت عامل ايه؟ فيرد عليه سعد: أقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام وقل للأنصار. خلي بالك، هذه الرسالة يا أخوان ليست للأنصار فقط ولكن لكل مسلم. سيدنا سعد يقول له: يا زيد، بلغ الأنصار قل لهم: لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. يا سلام على هذه الكلمة يا إخواني، لو خليتها أمام عينيك كده: لا عذر لكم عند الله، مالكش عذر إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. لو فيك عين كده بتتحرك مالكش عذر لو أسيء للنبي. أمال لما أسيء للنبي ما تحركناش ليه؟ لأن الحب للنبي ضعيف. حب النبي مقارنة لحب المال، حب المال أقوى. حب الزوجة مقارنة لحب النبي، حب الزوجة أكبر. حب الأولاد أكبر. حب العقارات، حب الترفيه. فشوف يا إخواني سيدنا سعد، هذه الرسالة من سيدنا سعد خليها يعني دايما شعار كده: لا عذر لي عند الله. طالما في حياة، طالما في روح، طالما في نفس، ماليش عذر عند ربنا. طب هتعمل ايه؟ عمل بسيط يعني، قدم اي شيء على قدر امكانياتك، قدم اي شيء.